اللي بيحصل دلوقتي في الزمالك ده اسمه تدمير ممنهج، مش إدارة كرة خالص. الصفقة بتاعت بيراميدز بتاعت ناصر ماهر دي خسرانة من كل اتجاه سواء فني أو مادي. لما أنت أهم لاعب عندك في الفرقة وأساسي في منتخب مصر لما بيكون كويس، يعني لاعب دولي، تبيعه بالمبلغ ده، يبقى أنت بتاخد على قفاك، يبقى أنت بتفهمش في الإدارة. لما لاعب عندك زي ناصر ماهر تبيعه ب60 مليون جنيه لبيراميدز، 60 مليون جنيه كمان مش داخلين خزينة النادي بحاجة. 15 مليون تسويه مع بيراميدز، 15% جون ادوارد، الباقي انت هتعمل بيه ايه؟ وفي نفس الوقت تيجي تطلب من بيراميدز صفقه بديله يقول لك اقل حاجه 2 مليون دولار. يعني انت بتبيع اهم لاعب عندك في الفرقه طول الموسم من ساعه لما جيت، كمان مش طول الموسم دي بس، ب 60 مليون جنيه مش داخلك منهم حاجه، وتروح تطلب لاعب بيقعد دكه ب 2 مليون دولار. بتبيع اهم لاعب عندك بارخص ما بتشتري لاعب دكه في فرقه غيرك في بيراميدز. ده اسمه فشل يا جدع. ده بيراميدز في اول الموسم اشترت محمود جاد بقى حارس ثالث عندهم ب 2 مليون دولار، 100 مليون جنيه. انت رايح تبيع ناصر ماهر بمليون وربع دولار؟ مش طبيعي. ده فشل. انتوا ما بتفهموش في الاداره. ده فشل، ده اسمه فشل اداري، فشل في كل حاجه. انتوا عقليا حتى مش سلام. باللي انا بشوفه ده انتوا عقليا يعني ربنا خد منكم العقل وادالكم لسان تطلعوا بتتكلموا بيه في برامج بس. جوروا وسيبوا الزمالك، سيبوها للي يفهم، سيبوها لواحد زي سميح سويرس اللي عايز يبقى رئيس نادي.